عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزين نعمل بطاطس مع بعض كده. نخرج شويه عن البطاطس الشيبسي وعن البطاطس المسلوقه علشان احنا زهقنا. فهنعملها بطريقه تانية كده، يمكن تعجبنا بيها الطريقه دي. تعالوا بقى نعملها مع بعض. انا سلقت هنا حوالي هم اكتر من نص كيلو بشويه يعني بطاطس، وحطيت معاهم ملح وانا بسلقهم. وطبعا طلعتهم بقلي شويه كده عشان يبردوا، لان انا عايزاهم باردين خالص مفيش فيهم اي ميه. هبدا دلوقتي اعملهم بالهراسه دي كده. بسم الله. اللي ما عندوش بقى هراسه يعمل بالشوكه عادي، مش مشكله خالص. وايه، وهرسي فيهم كده كويس كده. خلاص هرستها كلها تمام اهي. هبدا انزل بالبهارات بقى. انا مش هكتر ملح لان انا حاطه ملح في وانا بسلقها. هحط كده نص معلقه صغيره. برضه هحط معلقه صغيره بابريكا. وهحط برضه نص معلقه صغيره فلفل اسمر مطحون، ونص معلقه زعتر شويه كمان. بس كده. لو انت حابه بقى تحطي عليها مثلا خضار، حاجات من دي يعني، فلفله، بصل اخضر، حاجات من دي زي ما انت عاوزه حطي. ده فص توم كده مقطعه ناعم خالص، هنسيب بيه برضو قطعيه ناعم عشان ما يبانش. حابه تحطي بقى خضار حطي، بس انا مش هحط. لو كان عندي جزر كنت حطيت، بس انا ما عنديش جزر دلوقتي فانا مش هحط. بعد كده هبدا بقى ان انا اعجنها كده بايدي. انا عاوزاها زي العجينه بالظبط. هي هتتعجن وهتبقى حلوه قوي لان هي مش فيها ميه. تمام. انا كده خلاص عجنتها اهي. وبعدين خدت حته في ايدي كده جربتها، لقيتها اهي بتتلف في الايد. تعمليها كده الاول كده كأنك بتعملي قرص، وهي بقت كوره اهي يعني كويسه. هاجي كده هفتح في النص. عندك بقى لحمه مفرومه، اعمليها لحمه مفرومه، حطي فيها لحمه مفرومه. عندك جبنه، حطي فيها جبنه. انا عندي هنا جبنه ميكس، لقيت شويه كده في التلاجة، قلت يا بنتي جيبيهم اعملي بيهم اهو. واقفلي عليها تاني اهي. اضغطي عليها بس شويه كده عشان تقدر تقفل معاكي اهي. هتبقى بالشكل ده. تمام. اعمل بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. انا خلصت الكميه معايا اهي. هي دي الكميه اللي طلعت معايا من البطاطس اللي كانت في الطبق. معايا هنا الطبق ده فيه بقسماط. تمام، بقسماط عاديه خالص. والطبق التاني ده هحط فيه حوالي كده معلقتين دقيق بالشكل ده. كمان معلقه، يعني 3 معالق دقيق اهو. وهحط زيهم نشا. 1 2 3. تمام كده. دلوقتي 3 معالق دقيق و3 معالق نشا. حابه بقى تحطي ملح حطي، هبهرهم يعني. نص معلقه ملح صغيره اهي، وربع كده فلفل اسمر. وهحط كمان ربع معلقه بابريكا. بس كده. هنزل عليهم بقى كده بفنجان ميه عاديه من الحنفيه خالص. انا عايزه القوام بتاعهم كده قريب من البانكيك. هدوبهم كده لحد ما يبقوا زي البانكيك وارجع لكم تاني. هو ده القوام اللي انا محتاجاه اهو. اهو. بس كده. نبدا بقى نعمل ايه. احنا هنعمل لها ايه، هنحطها في 3 حاجات. نحطها الاول في البقسماط، وبعد كده هننزلها في الدقيق والنشا، وبعد كده هرجعها في البقسماط تاني. هنشوف مع بعض. هعمل معاكم اول 2 وبعد كده هعملهم لوحدي. بسم الله. هنبدا بالكبيره دي الاول. هحطها في البقسماط اهو كده بالشكل ده. بعد كده هنزل بيها هنا. تمام كده. هرجع تاني في البقسماط.
البقسماط، وانتي بترجعيها في البقسماط تاني خلي بالك بس ايه، حطي عليها البقسماط كده، ما تخليش ما تحاوليش تمسكيها لان ايدك هتعجن لو مسكتيها زي ما انا عملت دلوقتي. ثواني اجيب معلقه الفها كده اهي، واديها البقسماط برضو. بعد كده هنا نفضها، اهي بالشكل ده. هحاول بس اشيل الزيادات اللي في البقسماط دي عشان ايه متعجنش معايا. نجيب واحده تانية اهي، هي تبقى اسهل شويه علشان خاطر ان هي صغيره، فما تقعديش تعملي كبير تاني، متسمعيش كلامي. خبر ابيض فتح ده، انا عايزه اشيلها بايدي اهي، وهعمل بايدي التانية بقى. اهي اتغلفت اهي. هعمل باقي بقى وارجع لكم تاني علشان الموضوع فيه ظهر ان فيه لغوصه كده. خلاص هنا كده غلفتهم كلهم وحطيتهم في التلاجة كمان حوالي 10 دقايق. مسكوا بعض، مسكوا نفسهم خالص اهم، ماسكاها في ايديها خالص مفيش فيها اي حاجه. في زيت غزير بقى، هو ده مش غزير قوي بس هو ده الموجود حاليا هشتغل فيه وهتشوفوا معايا دلوقتي هتبقى شكلها ايه. خلوا النار عاليه زي ما هي، بسم الله، لان هي مش هتاخد وقت كتير في الزيت يعني. هي كده خلاص خدت وش من جانبين كده وبقت جميله قوي. هطلعها بقى ونحط الباقيه. وبكده اكون خلصتها اهي. عايزه اوريكم بس الخشخش بتاعها سامعين صوت القرمشه؟ بجد فظيعه. انا دقتها طبعا ما هكذبش عليكم يعني طعمها حلو قوي 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 وجوسي خالص من جوه. هي مقرمشه من بره زي ما انتم شايفين، بس من جوه جوسي خالص اهي. ودي الجبنه اهي فيها، طبعا هي ما بتمطش كلها لان الجبنه دي ميكس ما بين الموتزاريلا وبين الشيدر، فاللي بتمط الميكس اللي هي الموتزاريلا بس. بجد طعمها حلو قوي قوي. بسم الله. حلوه قوي بجد، يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم ايه. وهو تغيير ونطلع بره البطاطس المقليه الصوابع العاديه. وتقدروا تعملوها بنفس الطريقه بس بطاطس صوابع، بدل ما تعملوها مدوره كده تحطوا في قلبها جبنه، تقدروا تعملوها ايه صوابع وتقلوها عادي في الزيت. ممكن تاكلوها مع مكرونه، ممكن تاكلوها مع رز، احنا هناكلها النهارده مع رز. اتفضلوا معانا بقى. يا ريت تكون الوصفه عجبتكم النهارده. ولايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك. يلا سلام.